كتحلم تصلي صلاه الفجر في وقتها، هذه احسن نصائح اللي تقدر تطبقهم هذا النهار، تولي كتصلي الفجر بطريقه واعره ودائمه. شوفوا الفيديو نعلقوا عليه. ليتس بالنسبه لصلاه الفجر عندها مجموعه من الاسباب باش الانسان ينوض لها مع شي شويه ديال النشاط. خصنا نتفاهموا بعدا على واحد المساله الاولى نقررها، هو انه لا يعتقدن الانسان في الاسلام ان راه بمجرد ما يقرا الانسان كتاب او اللي يحضر محاضره او اللي يتفرج في واحد الشريط راه مباشره من وراها راه غادي يولي هو سيدنا ابو بكر في البكاء في الصلاه، وغيولي هو سيدنا عمر في العدل، وغيولي هو سيدنا ابو الدرداء في الزهد، وغيولي هو سيدنا ابو هريره في الحديث، وغيولي سيدنا بن عبد الله بن عمر في الفقه. الا شريف راه ملي كتضربك داك الضوء ديال المحاضره ولا ديال الدرس ولا ديال داك الشريط اللي سمعتيه ولا شفتيه في يوتيوب ولا تصنتي ليه ولا كذا، هذاك غير كيعطيك اعلام كيقول لك نوض راه دابا بدات الخدمه. اما المساله راه تحتاج الى مكابده. كيفاش نوض لصلاه الفجر؟ اجد في ذلك استثقالا. اول حاجه بعدا نتفاهموا ان راه ملي نقول لك هذه الهضره هذه راه ما كيعنيش نقولها لك اليوم غدا فيق ناشط، لكن خطوات خاصها شي شويه ديال الخدمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اذا المساله الاولى قلت لك كاين مجموعه من الاسباب. اول سبب شكون اللي كيوفق الواحد باش يوقف في محراب الصلاه؟ واش حشمانين ولا هيك ودي لاباس هيك ما كنخلعوا وجرا كيخلع شي شويه. من الذي يأذن للناس بأن يقفوا بين يديه في الصلاة؟ الله عز وجل. إذا شكون هو أول واحد نمشي ندق على بابه باش نبدا نفيق عنده الفجر؟ الله سبحانه وتعالى. أول مسألة الدعاء الصادق. خلينا من ديك كتحط راسك في يا ربي نوض الفجر، يا ربي نوض الفجر، يا ربي نوض الفجر. الدعاء الصادق ملي ترجع دابا للدار إن شاء الله تعالى وتدخل وتخلوى وسد عليك في البويت ولا في الكولوار ولا شوف انت فين كتمشي تخلوى واحد الزريبيه حطها بلا ما تصليش، غير جلس على ركابيك وتش وهز يديك لسيدي ربي وطلبها منه. يا سيدي ربي راه عييت، راه مليت من الرقاد حتى كنحماض مع 10 الصباح هذا كنفيق. يا سيدي ربي عباد الله غادا كتجري لعندك وانا كنحس براسي مخلف اللور. يا سيدي ربي شنو ياك ما غضبان عليا يا سيدي ربي؟ يا سيدي ربي قبلني عندك، يا سيدي ربي انا جيت عندك ما طردنيش، يا سيدي ربي يا سيدي ربي انا جيت عندك يا سيدي انا عندك يا سيدي ربي لقى لي دير لي حل يا سيدي ربي. قولها لي بصدق والله لا يردك، والله لا يردك، غير جيه بصدق. هذا هو الشرط اللي نشترط عليك، تجيه بصدق ما يردكش. هذه الاولى. المساله الثانيه محاوله يجتهد الانسان، يجتهد في ترك الذنوب والمعاصي. القيام بين يدي الله عز وجل في الظلمه باش تمجي في ذاك الظلام وتجي تصلي الفجر، هذا شرف. وهذا البيت بيته سبحانه وتعالى. كما كانوا كيقولوا التابعين، كيقول لك ادركنا اكثر من 70 من الصحابه كلهم كانوا يقولون المساجد بيوت الله. ولله المثل الاعلى. انت دارك ما تخلي حتى شي واحد يدخل لها من غير اذنك، ما يقدرش شي واحد يدخل دارك انت بلا اذن ديالك انت. ولله المثل الاعلى. تظن اننا ندخل بيته بغير اذنه؟ والله لو لم يأذن لنا لما دخلنا سبحانه وتعالى. اذا باش تدخل ويكون عندك الاذن خصك واحد الشرف. هذاك الشرف باش كتحصلوا بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي. الا كاين شي موبقات تديرها عطيها اتساع. وانت بغيتي في الليل كامل وانت كتبات ما عرفتش فين طالع، اين السنسور شاد انت، وبغيتي الصباح تهبط للفجر، يا الفجر تهبط ليه الليل كامل وانت جالس فاتح القنوات الماجنه والمسلسلات الهابطه والافلام الساقطه وجالس تتفرج في بني عراء. الى الفجر غادي تنوض ليه؟ كي غدير ليه هذا الفجر تنوض ليه؟ ليله كامله وانت لماسخ خاشيها في ودنك. بريد الشيطان كي قال ابن القيم رحمه الله، معازف الشيطان جالس كتخشي فيها انت في قلبك، وبغيتي الانوار ديال الرحمن تنوض وتفيقك انت مع الفجر، كدير لا. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة قضية الأسباب. الناس بكري حنا كنبقاو سهارين حتى ما عرفتينا وقت، ومع هذا البرد هذا راه كيحلى الناس، راه كتضرب عليك الجمانطات وكتكون كمتي لها شي جبيصارات بالحار والزيت العود، الا نعستي حتى الوحده ديال الصباح كتنوض. يلاه الرادياتور عندك بدا كيدقاد شي شويه، يلاه الشوفاج بدا كيخدم،
كينوض يقول لك نوض راه 6:30 هذه راه خصك تنوض الفجر، ولا نوض لي انت ما نوضش لي انا. ولكن كتلقى الناس صلاو العشاء دخلوا كلاو شي بركه جلسوا مع مالين دار، داروا ديك الجلسه القرانيه كي قلنا، تناقشوا شي شويه. كانت اخر حاجه داروها هو انهم ختموا الليله ديالهم بذكر الله عز وجل، ومشى نعم سيدي يلاه الوليدات قرا هذا القران، دار سميتو ولقى هذا الوليد هذا ومشى تكا مع راساتو ناس. هذا كتلقاه تبارك الله هو كيدق على المدن كيقول لي حل لينا الجامع نعمس. ناس بكري الى النعاس ديالك شي شويه تقيل، دير جوج منبهات وصي المراه قول لها والو ما تفكي معايا سميتو بحالك انضحي في وجهي الماء. غير هو قول لها تكحزي نقدر نكون النهار الاول باقي ما ولفت نوض نقلب عليك البراده كلها ولا شي حاجه. كاين ناس كنعرفهم شباب دايرين واحد المساله جميله جدا، عندهم هادشي ديال الهواتف اللي فاتشي الواتساب وكذا، كيقول لك عندنا هاد وسائل التواصل الاجتماعي نستغلوها في الخير. دايرين مجموعه هما مصوبين داكشي، كل وحدين دايرين مجموعه بعضهم، دوك اللي كيحسوا بريوسهم ليس بينهم تكلف، كيحسوا بريوسهم ما يحتاجوش زعما شي تكلف ولا غيبين كل بيناتهم الرياء، احبه في الله اخوه في الله بحقين هذا المعنى هذا. كيديروا مثلا الفجر دابا مثلا مع السبعه، كيديروا هما ابتداء من 6 اللي فاق بحال نقولوا كيسجل سميتو في المجموعه، كيصيفطوا مثلا انا راني فقت والاخر كيقول انا فقت. ملي كيشوفوا مثلا وصلت 6:30 دوك اللي باقي ما حطوش اسمهم في المجموعه كيصدعوهم بالتسرسير، كلشي عيط لهم. مثلا هما مجموعه فيها 10 جوج ما سجلوش الاسم ديالهم، 8 كيعيطوا لدوك الجوج، 8 يعيطوا لهذا بقاو يسرسروا عليه تيقول لهم صافي نط صافي نط تبتوا الى الله نط، ويدوزوا الاخر يبقاو يسرسروا عليه ما كيأذن الفجر حتى كيكونوا الحمد لله ب10 كلشي فايق تيصلي الفجر. هذا من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. الهاتف اللي ما نتعاونش مع خوتي في هذه المساله فيه اش ديروا تحت الطابله وشتف عليه يهرسوا ما لا يقل حتى حاجه. ديروا هذه الاسباب هذه، لكن قبل منها كي قلنا سؤال الله عز وجل بصدق، توبه من الذنوب، والانسان ديك الساعه يبدا يتمادي بشويه بشويه. سول الخوت ما نزيد حتى شي حاجه مور هذا الفيديو هذا، غير نقول لكم انه اذا جاهدتوا الله في شي امور والله حتى غتشوفوا التوفيق. كيكون الصعوبه في الاول، ولكن ابخي ماشي غير في الفجر، ولكن في كاع الامور اللي خاصك يلاه من دو جديد غادي تبداها. سورتو اللي كيكون فيها مثلا بحال هكا شي حاجه اللي متعلقه بسيدي ربي، فكيكون فيها واحد النوع ديال التوفيق، كتشوف فيها واحد النوع ديال التوفيق. ابار العادات العاديين، مثلا بغيتي تتعلم غير تقرا مثلا واحد الساعتين في النهار اكثر، ولا تخدم واحد الساعتين في النهار اكثر لشي حاجه ديالك ولا اي حاجه، فكتحس بواحد الاستثقال. ولكن فاش كديرها لوجه الله وكتعتبر الوجود ديال الله تما وانه راه فريمون غادي يوفقك ليها، لانك ديرها لواحد الحاجه اللي فهمتيني غالبا راجعه باش تاخذ بها اجر ولا شي حاجه، بحال هكا الصلاه في وقتها، الصلاه في جماعه، الفجر ولا شي حاجه، كتحس بواحد المعيه سيدي ربي، واحد التوفيق وواحد البركه وواحد الحلاوه. هاد الحلاوه هذه هي اللي خاص على ودها دير هاد اللقطات، لان ابخي كتولي عندك ديك الحلاوه بحال غتفتقدها، بحال اي حاجه عزيزه عليك ما بغيتيش تخليها ولا تسمح فيها وعندها اهميه كبيره. لهذا فهاد الخطوات اللي قالهم الاستاذ ياسين العمري ثقوا بيا، الا تبعتوهم خطوه بخطوه وجاهدتوا راسكم فيهم، ماشي ساهلين من الدقه الاولى، والله حتى غتلقاو واحد، والله حتى غتلقاو، والله حتى ينعكس عليكم، ماشي غير في صلاه الفجر، في قرايتكم، في خدمتكم، في العلاقات ديالكم، في الديسيبلين ديالك مع الراجل، في الديسيبلين ديالك مع راسك. يعني بالعربيه كترجل مع راسك وكتولي قد الكلمه. حنا كلنا كنعطيو وعود لراسنا اننا نديرو شي حوايج اللي في مصلحتنا، ولكن فينالمون ما كنقدوش نديروهم نظرا لبزاف ديال يعني التشتتات، ولا بزاف ديال الملاهي، ولا بزاف ديال الاشغال اللي الا جيتي تركز فيهم مزيان كتلقاهم انهم ماشي في صالحك 100% وكيتلفوا لك الدماغ. ولكن في كاع الاحوال الا مشيتي حتى وليتي ديسيبليني، واول ديسيبلين تبدا به هو الحاجه اللي فيها البركه. تخيل معايا تفيق في الفجر، انت ديجا فتي دابا في هذا الوقت هذا، فتي بزاف د الناس بواحد 3 السوايع ديال الوقت على ما يفيقوا هما، انت راك بديتي ديجا خديتي الفضل ديال الفجر، وراك في يعني في العهده ديال الله، وزيد عليها البركه ديال الفجر اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الفجر والصبح الناس اللي كيجلسوا في ذاك الوقت شحال كتكون فيها هذه البركه. وعرفتي واش قريتي قران ولا درتي اذكار ولا هذه ولا هذه، يعني بزاف الحوايج اللي زوينين. لهذا فالانسان يدير مجهوده ويحاول يركز على هذه النقطه هذه سورتو في هذه الوقيته. والله يسهل علينا وعليكم. ما تنساوش تدعوا معنا وتهلاو في راسكم وصلوا على سيدنا محمد، وما تنساوش تدعوا مع خوتنا في غزه وتقاطعوا. والسلام عليكم
تهلاو في راسكم.